هذه جيتابل مروان تيج كان شهم، كان راجل، كان كابابلي. اعتذر من يوسف البليدي، قال ما يجيش. هذيك وجهه نظر انت. اليوم يوسف البليدي في قلب الحدث. هذه جيتابل. اتفضل خويا. هذا يا خويا هذاك انت عففت عليك اللي بلوبورك. والله على المزاقين كنت حفظت فيهم ما نحبهمش. اول حاجه نباركوا له على الكونفوكاسيون وذاك راي ما نبدلوش. اول حاجه مي على قسم انا باش نحلف لك اما والله نمسوا الجوتابل اما نقصت فيهم هاي على المصداقيه. لا حاجه معاك نروح مروان. لا ما تاخذ معايا مروان. شو المشكله مروان؟ انت حلفت بربي مروان. حلفت على القسم مش قلت لك هاي على عينك. خل نحجب لك شويه. علاش ما نحجبوش شويه بل شويه بل وخلوا في الوسط. بالعكس خلوها في الوسط. والله سي والله لا سي سعد على المصداقيه هاي حلفتها ولا سي بون. صحيح. زيد شويه بل وبدا. والله نقص فيهم هاي على خاطرك على المصداقيه. ان شاء الله مبروك عليه خويا وكا. تعتذر من يوسف البليلي؟ نعتذر منه خويا اما ديما راي ما نبدلوش. ان شاء الله يكمل يواصل هكاك وكا. تمشي سالدو تحجم وترجع؟ لا بترسيني ما نرجعش كيف باش نعملها تو نروح انا نروح. اهلا بكم. اذا عوده موفقه للاله الجزائري ولاعب الترجي الرياضي التونسي يوسف بليلي الذي بكل تاكيد سيقدم دفع معنوي كبير للمنتخب الوطني الجزائري. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.